اشتغلت خدامة 5 سنين، وبعدها بقت الراقصة الأساسية للملك فاروق. جوزها الأجنبي سرقها وهرب. أما فريد الأطرش فرفض يتجوزها، ورشدي أباظة خانها. فلست في سن 60 واضطرت ترجع للرقص، والأنيميا قضت على حياتها. فيديو النهاردة عن الفنانة سامية جمال وأسرار هتعرفوها لأول مرة. اتولدت زينب خليل إبراهيم محفوظ سنة 1924 في محافظة بني سويف. ماتت أمها وهي طفلة، واتنقلت بعدها مع أبوها للقاهرة، وعاشت طفولتها في شارع الأزهر. عانت كتير من معاملة مرات الأب، وكانت بتتعرض لكل أشكال العنف، ويوم بعد التاني تاخد العلقة السخنة. فكانت بتقضي أغلب وقتها مع أطفال الشوارع بعيد عن البيت. لكن بعد وفاة والدها أجبرتها مرات أبوها تشتغل خدامة في البيوت، واشتغلت 5 سنين، وقررت تهرب لبيت أختها في حي السيدة زينب، لكنها عملتها زي الخدامة برضو. فبدأت زينب تدور على شغل عشان تقدر تصرف منه على نفسها، واشتغلت خياطة وممرضة، وكل ده كان سبب كافي يخليها تهرب من حياتها الصعبة البائسة. وفي أواخر الأربعينات هربت زينب من بيت أختها لكازينو بديعة مصبني اللبنانية، اللي كانت ملكة المسارح والرقص الشرقي وقتها. وكان الملك فاروق بيتردد على الكازينو، وبيتجمع فيه فنانين كبار وضباط الإنجليز، اللي كان مقر قيادتهم في فندق الكونتيننتال وقت الحرب العالمية التانية، واللي على بعض خطوات من الكازينو. اختارت اسم سامية جمال كاسم فني ليها، وبدأت مع فرقة بديعة مصبني. كانت بتشارك في الرقصات الجماعية، وقدرت تجذب أنظار الجمهور بجمالها ورشاقتها. وسنة 1943 بدأت تدخل مجال السينما، وكان التحول الحقيقي في حياتها سنة 1947 لما قابلت فارس أحلامها الفنان فريد الأطرش، وكونوا أشهر ثنائي، ورقصت على أغاني أشهر رقصتها، وزادت شهرتها جدا، وقدموا 6 أفلام مع بعض. وقتها طلع عليهم كلام كتير عن قصة حبهم، واللي كانت معروفة في الوسط الفني، واستمرت ل7 سنين. ورغم تبادلهم المشاعر، إلا إن فريد الأطرش عمره ما جاب لها سيرة جواز، ولما هي طلبت منه رفض، وقال لها أنا مش ممكن أتجوز رقاصة. وقال إن الناس قالوا إن هي اللي نجحتني بسبب رقصها، بس حبيت بعدها وريهم إن الجمهور بيقدر أي عمل فني جميل. ودخل تحدي كبير وعمل فيلم اسمه لحن الخلود، وأثبت للناس إن الفن الأصيل بينجح بدون إثارة. بعدت سامية جمال عنه وقفلت قلبها من ناحيته. في الفترة دي كان في كلام كتير عن علاقة سامية جمال بالملك فاروق، لكن الموضوع كان غامض، وكانت معروفة بإنها من نساء فاروق، وخلاها الراقصة الرسمية للقصر، رغم إنه كان بيقول إنه بيكرهها، لكن اتقال إنه كان بيتقرب لها علشان ينتصر على فريد الأطرش. بعدها اتعرفت على شاب أمريكي، ولما عرض عليها الجواز وغير ديانته وسمى نفسه عبد الله كينج، سافرت معاه برا مصر. لكن الجوازة ما استمرتش كتير، ويقال إنه سرق فلوسها وهرب، فرجعت تاني لمصر ورجعت ترقص تاني. وبعدها قابلت دون جوان السينما المصرية سنة 59 وهم بيعملوا فيلم الرجل التاني، واتجوزوا. والغريب إن الفيلم كان فيه الفنانة صباح اللي اتجوزها عليها بعد كده، وده اللي خلى سامية تطلب الطلاق بعد 18 سنة جواز. ورغم النجاح الكبير، إلا إن سامية جمال اعتزلت في بداية السبعينات، لكنها رجعت للرقص وهي 60 سنة من خلال فرقة سمير صبري الاستعراضية، لأنها كانت بتصرف على أسرتها، واتفاجئت إن ماسورة المية اتكسرت وبوظت شقتها، وما كانش معاها فلوس لتصليحها. وكانت سامية جمال حريصة جدا على رشاقتها، وده اللي ساعدها ترجع وترقص تاني في سن كبير، وما كانتش بتاكل أصلا. اعتمدت أكتر على الزبادي والخضار بكميات بسيطة، لكن ده سبب لها أنيميا شديدة عملت لها هبوط حاد في نسبة الهيموجلوبين في الدم. ونصحها الدكاترة تبعد عن النظام الغذائي اللي ماشية عليه، لكنها رفضت لحد ما سبب لها جلطة في الوريد المغذي، وعملت عملية جراحية لاستئصال الأمعاء
لكن حالتها ساءت وبدأت تفقد الوعي تدريجي، ودخلت بعدها غيبوبة استمرت ل6 أيام لحد يوم وفاتها 1 ديسمبر سنة 1994. رحم الله الفنانة سامية جمال.